هذه السالفة للشيوخ الله حيهم. اسمع، يقول بمدينة عليها شيخ فجأة انسدت مية النبعة وما عاد تجيهم مي. شنو السالفة؟ جابوا عندهم عراف. هذا العراف قوي جدا، راح وقف عند النبعة، رجع قال لهم يا جماعة النبعة بيها غولة، هذه الغولة سادة علينا المية، والغولة هذه ما حدا يقدر يقتلها إلا يكون شيخ على ربعه. الشيخ عنده ابن اسمه أحمد رايح مع قافلة من قوافل التجارة، رايح يحميها على قد ما هو مرجل. ابن شيخ عادة لازم يكون الشيخ قوي وخلفته قوية حتى تكتمل مواصفات الشيخ. الشيخ عمره 70-80 سنة، يعرف حاله ما يقدر للغولة، يعني إذا نزل لها راح تاكله وتقتله وما راح يستفادون شيء. فقال أريد أعطي الشيخة لحدا من هالشباب وينزل ويذبح الغولة ويشلح عباته الشيخ ويقول يا جماعة يا أهل الجرية يا أهل المدينة، أنا كبير بالعمر ما أقدر للغولة، أحمد يجوز يطول، هذه عباتي اللي يريد يلبسها وينزل يقتل الغولة، لأنه ما يصير ينزل عليها إلا يكون بصفات الشيخ. أهل الجرية هذا اللي يقول أنا شبدي بالشيخة، وهذا يقول خليها تنفعنا الشيخة إذا ولادي تيتموا ولا واحد قبل وظلوا عطشانين وحصرتهم المي ويوم ويومين وثلاث واشتد بهم الحال والعباية معلقة تستنى منه يلبسها. ويرجع أحمد وقالوا له والله يا أحمد القصة 1 2 3 وأنا أبوك كبير بالعمر اللي كان نزلت لها. قال لا يا ياب، خيار ما سويت، انت انطيت فرصة انه يجوز حدا يقدر يلبس عبات الشيخ ويصير شيخ، ولكن الشيخة لها أهلها. قوم يا القهوشي قول لأهل الجرية كلهم بكرة الكبير والصغير الساعة 6 الصبح عند دراسة النبعة، الكل اجتماع، والكل يجتمع ويتحزم لها أحمد ويفوت على الغولة ويضربها أول سهم بعينها وتقول له تخسى، قال هالمثلي ما يخسى أنا شيخ ابن شيخ. ويضربها ثاني سهم وتقول له اثني، قال أبوي وأمي ما علموني على الثني، احنا راسنا فوق. ويضربها السهم الثالث ويقتلها وشتل الغولة وطلع. ورباط السالفة يقول اليوم منو يلبس العباية ويروح يتفاوض مع هالنسوان اللي قامت تروح وما عم تزبط المفاوضات؟ منو يلبس العباية ويروح بلشي يحل الأمر لنا وتنحل أمورنا؟ لأنه يجوز المفاوضات بدها عقول وبدها شيوخ تنحل. وصلت ما وصلت، حياكم الله وبياكم.